الحلقة رقم 22 من بسمة عمل. اليوم اللي خلانا نبدأ من الصفر في لحظة محدش بيتمناها، بس ساعات بتكون هي البداية الحقيقية. اليوم اللي بيجيلك فيه خبر احنا مضطرين نمشيك. مرة واحد بيحكي لي أنا كنت موظف ملتزم بعمل كل حاجة صح، أو على الأقل ده اللي كنت فاكره. حط تحت دي 10 خطوط، لكن الإدارة قررت تعمل كوست ريدكشن وتقلل عدد الموظفين. فأنا طبيعي كنت متخيل إن أنا من الموظفين اللي الشركة هتحافظ عليهم، بس للأسف اتفاجئت أنا كنت من الأسماء اللي في القائمة اللي هيتم الاستغناء عنها. أول يوم بعد القرار كنت تايه جدا، مش عارف أصحى أعمل إيه. بس بعد كام يوم بقيت أسأل نفسي، هو أنا هفضل حزين كده ولا أتحرك؟ أعمل إيه؟ وده السر اللي بنتكلم فيه في بسمة عمل دايما، ان انت توسع نطاق مهاراتك وتعلم مهارة جديدة. اشتغلت شغلانات صغيرة اونلاين، ويعني قليل كده لما كان بيجيلي دخل بسيط، لحد ما لقيت فرصة في مجال تاني تماما. المجال ده هو اللي خلاني دلوقتي في مكاني بمرتب افضل وراحة نفسية افضل وعلاقات احسن ومزاجي بقى حلو. فرسالتي ليك النهاردة، الفشل اللي دايما بنتكلم عنه او الرفض مش النهاية، اوقات بيكون إعادة توجيه. توصية ليك، لو حصل في يوم من الأيام خرجت من شغلك، رفدت بقى، استقلت، لقيت المكان مش ملائم، خد فترة قصيرة كده وتقبل الوضع وعيش الحزن بمشاكله بمشاعره، لأن ده طبيعي، لحد ما تلملم نفسك كده وحدد مهارة جديدة تعلمها، وابحث بقى في معارفك والنيتوركينج بتاعتك، وابحث عن فرص مختلفة حتى لو هي صغيرة، وابدأ من تاني. ساعات الخسارة الوحيدة انك ما تستغلش فرصة البدء من جديد. ساعات الخسارة الوحيدة، ركز، انك ما تستغلش فرصة البدء من جديد. سؤالك النهاردة، لو اضطريت تبدأ من الصفر بكرة، ايه اول خطوة هتعملها؟ ركز كده وفكر واكتب لنا اجابة على السؤال ده، واشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.